انا مش عارفه اقول لك ايه ولا ابدا منين. انا اسمي دينا، تمام، عندي 32 سنه. امم. كنت بحب واحد زميل اختي، امم. زميل اختي الصغيره. تمام. هو يعني ما كانش فيه حب الاول، اللي هو ايه يعني، ازيك واهلا وكلام كده وخلاص. بعد كده اعترفت له ان انا بحبه. وهو كان قد اختك الصغيره، يعني انت كنت اكبر منه؟ اه، امم. انا اكبر منه ب3 سنين. تمام. بس فحبيته وقلت له انا انت بحبك. انت اللي اعترفتي له؟ اه، انا اعترفت له، قلت له انا بحبك كده. قال لي وانا في مشاعر من ناحيتي ان انا برتاح لك وبحبك وعايزك على طول جنبي وكده. فاتعلقت بيه اكتر، بقيت كل يوم اكلمه، بقيت ان انا عايزه اشوفه كل يوم. بقيت ان انا ما بعرفش انام غير لما اسمع صوته، وما بعرفش اكل غير لما اسمع صوته، وحياتي وقفت عليه. تمام. انا يعني انا في مركز مرموق، تمام، في الجيش. امم. وهو واخد كلية تمريض عسكري، يعني هو اصلا ممرض. تمام. فانا بقى ايه، هو جيت كلمته قلت له، قال لي اهلي رافضين الموضوع وكده، ان انا من المنصوره وهو من الصعيد. فقلت له انا ما عنديش مشكله، انا اجي الصعيد. قال لي تسيبي شغلك؟ قلت له شغلي؟ قال لي اه. ما ترددتش لحظه وقلت له خلاص ما فيش مشكله، هسيب شغلي. يعني هكون لك كنت هتضحي بس. بشغلك عشان تبقي معاه؟ اه، ده يعني خلاص ضحيت بكل حاجه، قلت له هضحي بشغلي، هضحي بكل حاجه. وما اخدتش يعني قرار كده، لا، على طول كنت باخد اي قرار تلقائي. بعدين قال لي ايه، طب سيبيني افكر. قلت له خلاص ماشي. استنيته بقى يفكر، ارن عليه مش بيرد. مره، في التانية، في التالتة، بصيت لقيت ايه، منزل على الفيسبوك بتاعه ان هو خلاص كده خطب وكتب كتابه كمان. كمان. امم. اه، رنيت عليه من رقمي، ما رضيش يرد عليا. رحت رنيت عليه من رقم غريب، رد عليا قال له، اما هو ساكت. قلت له انت ساكت ليه؟ انا فرحانه ان انت خطبت وان انت حياتك ماشيه، بس انا ايه؟ قال لي معلش علشان خاطر اهلي ومش اهلي والكلام ده، وانا غصب عني. طب يا ابني انت بتحبني؟ قال لي اه والله بحبك. طب خلاص ماشي اتجوزني، انا راضيه ان انت تتجوز واحده تانية وانا معاك. انا يعني انا التالتة الرابعه، المهم ان انا اكون معاك، تتجوز عليا مليون بس تبقى معايا. قال لي ماشي. وبعد كده عمل لي حظر. بعد كده في واحد صاحبه، تمام، فانا اعرف، بعت له طلب صداقه وقلت له عايز رقمك. جبت رقمه وكلمته، قلت له انا عايز اوصل لناصر وخلاص كده، انا عايز اوصل له. فجيت عشان اوصل له مره ثانيه، ما عرفتش. كل ما ارن عليه من اي رقم او اتواصل مع اي رقم بلاقيه عامل حظر للناس وعمل لي حظر. وانا مش عارفه اعيش من غيره. انا دلوقتي، انا من 5 دقايق لما انت كنت بترين ان انا يعني سايبه بنت زميلتي، تمام، فانا سايباها كده بره النبطشيه، وانا اصلا كنت في النبطشيه بتاعتي. اول ما سمعت رنتك والله انا جيت، يعني قلت لها مستنيه اي رقم كده يرن عايزاه. اه، يعني انت لسه فالمهم عندك امل انه ان يبقى انا موجود؟ ارجع له، ان انا ارجع له. انا مش عارفه اعيش من غيره. انا ولا عارفه اشتغل ولا عارفه اعمل اي حاجه. هو الموضوع نص خلص بقاله قد ايه؟ هو كتب كتابه دلوقتي. انا كلمت مراته بعد ما هو كتب كتابه بقاله 3 شهور. كلمت مراته قلت لها ان انا بحب جوزك، بحبه من قبلك، ومش عارفه اعيش من غيره، ومش عارفه اكل ولا اشرب ولا اعمل اي حاجه. قالت لي انا موافقه ان انت تتجوزيه، انت كويسه وانت لطيفه. طبعا كنا بنتكلم فيديو. قالت لي انت كويسه. لما انا فضلت اعيط وقلت لها لو انت قلت لي لا ان جوزك ده ليك انت بس، انا موافقه، بس حياتي هتقف عليه وهموت نفسي. عايزين اموت كفه ماشي، عايزين اعيش معاكي ان شاء الله حتى خدامه. وليه كل ده قالت يا بنت الناس؟ ليه كل ده؟ لي مش عارفه، انا مش عارفه ان انا اعيش من غيره، مش عارفه. واهلك فين؟ واختك اللي كانت زميلته وقالت لك ايه؟ اختي بقى اللي كانت زميلته اتجوزت، تمام. وانا يعني انا حاولت ان انا اخرج من حياته وان انا ابقى مع حياه حد تاني. اه. فانا ارتبطت بواحد يعني كان برضو منصب كبير ومنصب عالي، تمام. فانا قلت له خلاص ماشي هرتبط لك. فهو بقى صمم ان هو يكتب الكتاب. قلت له خلاص هخلي العصمه معايا. العصمه في ايدك انت يعني؟ اه، قال لي ماشي تمام. طب وافق؟ يعني اه وافق. اه.
وكان يعني كان منصب حلو بصراحة، وكان راجل محترم جدا. يعني انت دلوقتي متجوزة؟ لا مش متجوزة، انا اديت نفسي فرصة 15 يوم. انا كان مكتوب كتابي وانا في بيتنا، قعدت معاه 15 يوم بحاول ان انا احبه، احاول ان انا اتكلم واهلك معاه. وافقوا ان العصمة تبقى في ايدك؟ اه بعد كده جيت انا رحت وفي له. مأذون رضي يكتب والعصمة في ايدك؟ اه امم. بس هو جه بقى ايه، هو انا كلمته في التليفون قلت له انا مش عارفه ان انا اكمل معاك، انا حياتي مع الشخص ده. بس هو بقى اتضايق، فانا رحت رميت عليه اليمين ورحت طلقته في المحكمه واديته قيمته وخلاص. بس اديتي قيمته؟ وانت اللي كنت اه كاتبه له قايمة؟ اه بصراحه هو كان حاطط شرط جزائي ان انا لو طلقته هدفع 40,000 جنيه، امم. ودفعت ال 40,000 جنيه اديتهم له، قلت له اتفضل وخلاص خلصنا الورق، وهو من طريق وانا من طريق، ما مش عارفه ان انا كان. وناصر ده كان بيعمل لك ايه عشان معلقك بيه قوي كده؟ مش عارفه، كان يكلمني عادي عامله ايه كويسه ولا لا، يومك ماشي ازاي. كنت بفضل اتكلم معاه لحد ما انا انام وهو يقفل، انا كنت بنام على صوته. كان دايما يحب يضحكني ويهزر معايا. كان بيجيب حاجات كده، اي نعم حاجات تافهه بس كنت بتبسط بيها قوي. يعني لما كان صوت يقول لي ايه انت بنتي الصغيره، لا، قولي اتفضلي. قولي تاني معلش الجملة دي عشان مش الشبكة قطعت. معلش بقول لك يعني لما كان يجي بيتنا، اه. شفتي المصاصات اللي هي صغيره دي، اه، كان يجيبها كان هو لك. كان يقول لي انت بنتي، انت 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 بنتي. عندك كام سنة؟ عندي 32. وانت مدركة انت في ايه اللي انت فيه ده؟ يعني انت مدركة انت موصلة نفسك لايه؟ مش مدركه، انت تعرفي انا كنت بلبس بنطل جينز وتيشيرتات وبلبس على الموضه، ما كنتش بتنقب. هو قال لي لا، انا ما بحبش الحاجات دي. بقيت البس عبايات وبلبس، حتى انا في شغلي المفروض البس البدله اللي هي بنطلون وقميص، امم. دلوقتي بلبس جيبه وبلبس بلوز بسبب الشغل بتاعي. وميري بلبسهم ميري، بفصلهم وبجيبهم ميري. البدله بتاعتي بشتريها ميري عشان بس البسها كده زي ما هو عايز. وازاي وبلبس واحدة في منصب زيك كده تبقى بالضعف ده؟ انا لحد النهارده وانا ضعيف، انا ازاي؟ ضعيف. يعني ازاي واحدة في منصبك ده، وازاي واحدة ممكن تبقى مسؤولة عن قرارات مهمة تبقى بالضعف ده وتعمل في مش نفسها كده وترضى تقول انا ممكن ابقى خدامة تحت رجليك، انا ممكن ابقى التانية او التالتة او الرابعة بس ارضى اتجوزني، مش مهم انك اتجوزت انا موجودة ومستنياك؟ ازاي يعني؟ مش ازاي عارفه. قابلة ده على نفسك؟ ليه يعني؟ كلهم حتى اهلي هنا بيقولوا لي ازاي انت لا، ما مجنونه. انت لازم تجاوبينا يعني، معلش يعني مش ايه عارفه يعني انا معمول لك سحر بالعشق يعني ولا ايه في ايه؟ مش عارفه انا كلمه ان انا بعشقه كلمه قليله بصراحه. انا يعني وهو بعشق ما رغم اللي انت بيعشقكيش عليه. ما بيعشقكيش ليه وراح اتجوز واحده تاني ليه وقال لك اهلي مش عايزينك ليه رغم انك اي حد يتمناكي؟ انت بنت هو ناس وشغاله كويس جدا وبنت محترمه، يعني انت فرصه لاي حد. لو هو واخد واحده مش واخده اي حاجه، وده ما مش واخد. بيديكيش دلاله على ان انت كفاياكي رخص بقى وما ترخصيش نفسك اكتر أيوة. من كده؟ ما بيديكيش دلاله ان هو فكر في نفسه وما فكرش فيكي؟ ده ما بيديكيش دلاله ان كفايه لحد كده استنزاف وننسى القصه دي وما تقعديش تجري وراه ولا تكلمي مراته ولا تتذللي لها وتقولي لها والنبي ارضي عني وخليه يتجوزني؟ مش قادره. يا ريت، طب يا ريت انت اقدر اعمل كده. مكلماني ليه؟ ممكن افهم؟ نفسي ان هو يسمعني، نفسي ان هو يديني فرصه واحده. يعني انت مكلماني عشان تترجيه من خلال البرنامج؟ اه والله، نفسي والله. يديكي فرصه؟ هو انت غلطتي عشان يديكي فرصه؟ يديكي فرصه هيمنحك الحياه يعني بالفرصه دي؟ مش عارفه والله، مش عارفه. كنت هتسيبي شغلك وتروحي الصعيد وهتسيبي حياتك وراح اتجوز وعايزه تبقي زوجه تانية؟ ده ليه كل ده؟ ايه، ما سمعناش ان حد مات من الحب على فكره، ما سمعناهاش. يعني انا عمري حياتي ما وقفت على حد، بس عنده هو وقفت هو ده بصراحه. اول راجل في حياتك؟ اه اول راجل واخر راجل. لا مش اخر راجل، ما تكرريش انه اخر راجل. هو مستحيل لا هو اتجوز. ما بقاش عليكي وراح يختار نصيبه. فكري في نفسك، حبي مش نفسك شويه. عارفه،
مش قادرة والله. تعرفي أنا ما بعرفش أنام. يعني هو أنا لو سمعك بتكلم. دلوقتي هتقولي له ايه؟ أرجوك كلمني كلمني، بس عايزة أسمع صوت. اه أنا يعني تعبانة والله بجد. هتستفيدي ايه من يعني المكالمة؟ مش عارفة، بس أنا تعبانة والله بجد، ومش عارفة أنام ولا أقوم ولا أشتغل. وأنا لحد النهاردة أنا عايشة على الريكوردات اللي هو كان بيبعتها لي بس. أنا كل يوم بسمع الريكوردات اللي هو كان بيبعتها لي. لا حول ولا قوة الا بالله. أعمل إيه بجد قربي من والله. ربنا يا بنتي وصلي وخلي ربنا يطبطب على قلبك. في الاخر وفي الاول هو بني ادم، ولا هيحييكي ولا هيموتك، ومحدش بيموت من الحب. ولو هو كان بيحبك كان اشتراكي وجه اتجوزك، خاصة ان هو كان شايف قد ايه انتي بتحبيه يعني. يعني في واحد يلاقي الحب ده كله وهو اللي يفرط فيه وتبقى انتي اللي متمسكة؟ مش عارفة. أنا تعبانة اعرفي، والله. أنا كل ما يوم تقولي بصلي. ما تقوليش مش عارفة. السجادة لو بتنطق هتقولي حرام عليك. والله كل يوم بصلي وبعيط وبدعي ان هو يكلمني حتى لو بالغلط. وليه نفسي يكلمك؟ عشان ليه بتأذي نفسك؟ ليه؟ ليه يا مش عارفة. حبيبتي؟ قادرة ان خلاص انا هو اختار نصيبه وربنا يوفقه في حياته. لو عايزك وشريكي كان عمل عليكي ما كانش تعب اصلا، انت مش مخلياه يتعب. لو هو عايزك كان يا دوبك جه قال لي كان عايزه اتقدم لك بس كان الموضوع خلص. ربنا يتولاكي، بشكرك طبعا وربنا يهديكي لنفسك ويتولاكي برحمته. ما بحبش الضعف، وربنا ما خلق لناش ضعفة، وربنا ما بيحبش العبد الضعيف. ربنا ما بيحبش العبد الضعيف المستكين المستسلم الخاضع الذلول. ربنا ما بيحبش كده. ربنا يحب العبد القوي. ومهم قوي ان احنا نبقى اقوياء حتى في ايماننا. ومن قوة ايماننا ان احنا ما نضعفش العبد زينا. ومن قوة ايماننا ان احنا نحسن ظننا بالله. قوة الايمان ان انا ابقى عارف ان قدري بايد ربنا وحده، وارضى باللي يقسمهولي. فلان جه في حياتي اهلا وسهلا، مشي منها برضو خير. اتجوزته خير وبركة، ما اتجوزتوش ده الخير الاكتر، ده الخير الاكبر. لو شايف ان الطريق اليمين كان فيه حادثة او مشكلة، فالشمال ده كان هيبقى موتك لا محالة يعني. يعني اي حد حصل له اي مشكلة وشايف ان ليه حصل لي كده، اللي انت كنت مش فاهمه ومش عارفه اكبر بكتير قوي من اللي حصل لك. احنا مشكلتنا ان احنا بنفتقد نعمة الرضا، وربنا ربط كل حاجة بالرضا. ربنا ربط سعادتنا وراحت بالنا بان احنا نرضى بقضائه وقدره، ونبقى واثقين ان هو الحكيم اللي بيدبر الامور، وهو اعلى واعلم بينا، هو اللي خلقنا، عارف اولنا من اخرنا، عارف مين مناسب يبقى في حياتنا ومين مش مناسب، مين يجي في الوقت ده ومين ما يجيش، مين لما يمشي يكون ده الخير والمنفعة، ومين قعاده هو قمة العدل، هو العادل. لكن احنا ما بنرضاش، معترضين. هو راح شق طريق وعرف واحدة غيرها واتجوزها وكتب كتابه، وهي عمالة تبكي على الأطلال وتبعت له وتجيب أرقام غريبة وتبعت لصاحبه طلب صداقة وتكلم مراته وتتذلل لهم وخليه يتجوزني أبقى خدامة ليكم. ليه يا حبيبتي؟ ليه؟ ده ربك اللي خلقك أكرمك وكرمك واداكي من النعم اللي ما تعرفيش تعديها أصلا. اداكي من النعمة اللي ما تعرفيش تعديها، وكرمك بشغلانة محترمة وأهل محترمين وفتح لك باب رزق. ليه انت راضية على نفسك الذل وقابلة الاحتقار والمهانة؟ وخليني خدامة عندكم بس يتجوزني وابقى الزوجة التانية والتالتة مش مهم، المهم ابقى معاه. وتكلمي مراته عشان خاطري وافقي، عشان حياتي ما تقفش واموت نفسي، وهي يعني تتعاطف عليك تقولك ماشي والله خليه يتجوزك انت كويسة. ايه ده؟ عفوا ما تزعليش مني، ايه القرف ده؟ ايه القرف ده؟ فين كرامتك؟ فين احساسك بنفسك؟ فين رضاقي باللي ربنا قسمه؟ فين كل ده؟ بصلي وبسجد، والسجادة لو بتقولي السجادة لو تنطق كانت نطقت. لو بتصلي بجد وفاهمة يعني ايه دينك وفاهمة يعني ايه ربنا ما خلقكيش للذل الا الوجه الكريم، حتى علاقتنا بربنا كلها عزة وفخر ما فيهاش ذل، كلها عزة وفخر ما فيهاش ذل. فلو انت فاهمة دينك كويس قوي كنت تقولي له يا رب انا راضية بقضائك وقدرك ومسلمة،
وانا صنعتك، اعمل فيه اللي انت عايزه وقدر لي الخير يا رب العالمين. فوقي فوقي، عشان انت مش صغيره، 32 سنه، انت ناضجه وفاهمه، وعيب قوي ان انت توصلي للحال ده. ناس كتير هتقولي هو مش بايديها. البني ادم لازم يقوي نفسه، ولازم يبقى بصير على نفسه، ولازم يبقى عارف يخرج من الازمه ازاي. ده البني ادم القوي اللي عنده حسن ظن باللي خلقه. خلوني اطلع فاصل وارجع تاني.